صباح النور، صباح الورد والياسمين. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام يا ربي. اول ما نبداو الفيديو كالعاده بالصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا كلكم نحبكم تجيبوا التليفون وتحطوه على قناتي وتتفرجوا على الفيديو، خاطر الفيديو اليوم مشجع ومحفز ومتنوع فيه كل شيء، شامل كل شيء من فطور الصباح. عديت معاكم نهير تحفون. يلا كل واحدة فيكم تمشي أول حاجة تعمل قهوتها، تفطر صغيراتها، تريقل أمورها. بالطبيعة اليوم قلت هاي خلي نفطر فطور الصباح الساعة مستانسة قهوتي نبدأ نشرب فيها واني نقضي. لا اليوم قعدت وشربت قهوتي وركحت أموري، وبالطبيعة القهوة وشوية غلة وشهوتي اللي جابها لي راجلي، جاب لي الكنافة السورية الشامية بالحق. بنا وما كذبوش كيقولوا الكنافة متسمية على أهل الشام بنا. هذا يفطور الصباح. فطرت الساعة، فطرت ولدي وركحت أموري، ومن بعد أول حاجة قبل ما بديت القضية دخلت على الكوجينة باش نعمل شهوة راجلي. وبالطبيعة راكم أكيد عرفتوا شنية الشهوة، مادام الماء محطوط يغلي غادي. الشهوة اليوم قال لي عمل لي ملوخية كيما هو يجيب لي ودني أني نودو. دونك شمرت على إيدياتي. أول حاجة قبل الروتين كل شيء حطيت الملوخية الطيب على روحها، وكما تعرفوا وشاركتها قبل معاكم الملوخية، أما قلت حبيت الروتين اليوم يكون محفز ومشجع لكم، وحبيت نبدأ من صبحيته للعشوية. كملت كل شيء معاكم وحاولت له ماكسيموم إني مبارتاجي كل شيء وما نغيبش عليكم. مستانسه الملوخيه نعملها بزيت زيتونه، ما عنديش وفي عليه الزيت. ان شاء الله تعالوا نشري دبابس منا يبيعوا دبابس زيت زيتونه. دونك عملته بالزيت القطانيه ولا الزيت العبيديه. هني حطيت كيكه محكار كاسين، ديما نحط الزيت كاسين. والملوخيه ديما نعمل بزيد نكيل بالمغارف، حطيت 10 مغارف. وسبحان الله سبحان الله والله يا جماعه وين نطيب الملوخيه والله تنزل عليها بركه وربي. وين نطيب الملوخيه لازم يجيني ضيف، سبحان الله والله كيقولوا خضره والله. مرحبا بالضيف والله. قداش نفرح هكا يجيني حد ولا معناها حتى على غفله، والله الماكسيموم اني نحاول اني نفرح بيه. ومرحبا بالناس الكل، وربي يعطي الناس كل على قلوبها على قد قلوبها. دونك كيما تشوفوا هنا الملوخيه حطيت المغارف وحطيتها على الزيت البارد، وشفتوا من غادي حاطه الماء يغلي. واني راهو اوراق الرند ولا اوراق الغار نحطهم من اللول. فما عباد يحطها مع اللحم وبعد يرميوا معناها يرميهم مع اللحم، لا اني نحطهم من اللول. وكيما تشوفوا نحل الملوخيه متاعي في الزيت البارد، نحلها وما نخليش فيها هيك الكعابر. ومن بعد كي نشوفها هيك بدات تغلي شويه، هيك بدات تعمل فقاعات بدات تغلي، نصب الماء السخون متاعي وهيك ونخليها تغلي سله ولا كيما يقولوا معناها الملوخيه تاخذ هيك طياب هيك سله يعني. خليتها هي تغلي على روحها. انا تهنيت على فطوري قاعد يطيب. ومن بعد باش ندخل بكم على روتين بالحق. نقول لكم جيبوا التليفون وحطوه قدامكم وحطوه وتشجعوا بيا كيما اني نتشجع بيكم انتم تتشجعوا بيا. كي نقول لكم الروتين تاع اليوم تعبت عليه اما ان شاء الله يا ربي تعبي ما يمشيش خساره. ان شاء الله نشوف اللايكات والكومنتات الحلوه نتاعكم اللي تزيد تشجعني اكثر. هني صبيت الماء وكيما تشوفوا محلى هذيك احسن اني من الملوخيه. تعجبني اللحظه هذه وقت اللي تصب الماء سخون عليها وتبدا هيك تعمل لك الفقاعات هذيك طعم محليها. وريحتها ما نحكي لكمش على ريحتها ضاربه في الكروار كامل تاع العماره وما نحكيش بنا. وهني فوحت اللحم تاعي، واللحم راني نفوحه اني راني ناخذ كعبه طماطم كعب، ما تستغربوش هذيك اني ملوخيتي كيفاه ناخذ كعبه طماطم كعب نقصها هيك جويده وراهي الطماطم تذوب، ونحط شويه هريسه عربي تابل وثوم ونحط شويه فلفل اكحل وشويه كزيت وكا هو هي الفيحة وشويه فلفل احمر كان حبيته اني خاطر الملوخيه ما نحبهاش كي تعطي لحموريه. هذا هي شنو الفيحه نتاعي، ما نحطش طماطم مرحيه وما نحط حتى شيء وما نحطش فما عباد يحطوا بصل ما نعرفش. انا اني هذه هي الملوخيه نتاعي والفيحه نتاعي. دونك حطيت الملوخيه نتاعي على الغاز طيب سله ودخلت على الروتين نتاعي. واليوم روتين بالحق متعب. كما تشوفوا دخلت اول حاجه على بيت النوم، خملتها وركحت لها امورها وباش نحي الدبشات اللي فوق التل
الشريطة معناها، وباش نطويهم. قلت لكم راني تبش ولا اول باول، ما عادش نحطك اللي تراكم تبش اول باول، طول نحيه من التل طول نطويه ونتهنى عليه في الخزانة. ومن بعد ندخل على الصالة. يلا هيكم معايا نخمل البيت ونطوي تبش ونتعداو للمرحلة الثانية. وهني كما تشوفوا فيها قاعدة نطوي في الدبش. تشوفوا فيها كيفاش دبش. قلت لكم اكثر حاجات اللي نكرهها معنا في القضيه نعمل اللي تتصوروا في بالكم، نخرج الدار نحك لك الكوجينه عادي، اما دبش مانيش اصحاب النويه. الحمد لله يا ربي كي جات غسالات، فما غسالات تغسل لما جوزتك على الطويين ان شاء الله يعملوا كماشين تطوي باش نرتاحوا. دونك انا كيما تشوفوا فيها نطوي وليت اول باول باش ما يتراكمش. اني كي يتراكم الدبش عليا بالحق تلقاها نفسيتي تعب، اما هيك كي تلقاها اول باول والله احسن حاجه. كساعات قلت لكم انت والكيف وانت وال ساعات تلقاك باخله ماذا بيك تعمل حتى شيء، اما لا نحاول اني نتغلب على البخل نتاعي ونعمل كل حاجه اول باول باش ما نخسرش اني في الاخر، خاطر بطبيعه كي حاجه باش تراكم عليك ديما المراه هي الخاسره في الاخر، باش تعملها منا ولا منا يعني، سواء بخلت ما بخلتش باش تعملها انت في الاخر. دونك انا طويته وحطيته في بلاصتو ارتحت عليه هيك، ما فماش حاجه هيك باش مغسول مريقل متهني على الدبشات. كما قلت لكم ما عادش ديما نذكركم حاولوا انكم اقتصدوا بالحق، نطلب منكم انكم تقتصدوا، خاطر كاو الدنيا صابت وكل شيء غلي كما تشوفوا. كملت ركعت الدبش وخملت البيت، نزلت جوست مسحه. دخلت على الصاله، والصاله كما قلت لكم باش نعمل لها كتخريجه، وعلى اساس التخريجه معناها على اساس ولدي مش باش يخرج ابوه يعني يخرج، انا نقعد على راحتي نخمل فماش حاجه تعطلني. مي دوماج راجلي هات نهار الراحه اخدم، دونك هذاك علاش تشوفوا في ولدي بحذايا. ما نحكي لكمش يعني الصاله في عطت تعمل لك في ساعه ونص، صدقوني عملتها في 3 سوايع، ريض اركح لين كملته. وهني بعد ما خملت وهزيت الزربيه ونفضت المضارب نتاع الصاله، خديت السطل وحطيت فيه شويه جفال شويه كاجولين كريحه الفاوحه، وبديت نمسح، وخديت المكنسه هذيك وبديت نمسح في الحيط. كما تعرفوا الحيوط ديما هيك تلم الغبره وكل، مسحه وزيده حتى تبديل الريحه يعني. قلت لكم هني بعد ما كملت مسحه
مساحة الحيوط يعني. وزادة إذا كان لقيت كاستيلو كيما تعرفوا الصغار تسهوا عليهم شوية، متعرفوش شنو الحاجة اللي يعملها. يعني يحيى ساعات كي نسأل ونعطيه ستيلوات على أساس يصور وكل يسيب الكراسة ويسيب اللي قدامه ويشد ستيلو ويخربش في الحيط. أنا حكيتهم شديت حكاكة كمتاع معون وحكيت شوية، حاولت اني نسيس على الدهن كما تعرفوا تتقوى شوية على الدهن دقيقة معناها يتخربش الحيط ويظهر السماء. هني دخلت على الفيراندا وعلى اساس الفيديو مصورته المقطع متاع البلكون، مانيش عارفة جيت نشوف فيه نقابل الفاصون هذيكي معناها بالريتم هذاك متاع الفيتيس تاع الفيديو. هذاك علاش وريتكم جست شوية منه كهو على خاطر ذولي طوال برشا معناها. لقيتها التراس لقيتها حالة كما تعرفوا عندي مرمى بجنبي التو لحبت تكمل. كل مرة هاو سيمان نلقى فيها هاو تراب وكل، وهنيك تقوم عجاج الدنيا تغبر حالة. صبيت على البيبان الماء وصبيت على لك الطاولة في التراس والكرسي وصبيت على الحيوط الكل وسيقتها وخرجت لها الكراسي متاع بيت الفطور ونقصت شويه على صاله خاطر ما لقيتش كيفاش ندور. ومن بعد بالطبيعه مادام تخرج متاع صاله لازم مسحان غبره. يعني قلت لكم راني معناها استنستوا بيا اني والغبره مانيش اصحاب، يعني حتى في سر الايام وفي مسحه عاديه لازمني نعدي هيك مسحه على الغبره. هني طلعت على الكرسي ونمسح في المبل متاع التلفزة ونمسح ونرجع لبلاصته كل حاجة. ومن بعد نكمل نمسح الغبرة الكل. ومن بعد باش نمشي لمرحلة التسييق، يعني راني الصالة ما مسحتهاش مسحان، يعني صبيت الماء وحطيت الجفال قلت كاو تخريجة يعني متاع السنة والعادة. بالرغم اللي اني ما عنديش منين نخرج الماء، عندي كان الكوجينة يعني الماء هذاك كل عديته للكوجينة. سيقت ورا الفوتايات وبعد باش نرجعهم لبلاصتهم باش نجم ندور ونمشي. كما تعرفوني اني ديما التخريجه متاع الصاله نقسم بارتي وبارتي، يعني بارتي متاع الفوتايات نركعها ونريقلها ونرجعهم لبلاصتهم باش نلقى كيفاش ندور، ومن بعد نمشي للبارتي متاع بيت الفطور زاده نمسح لها غبرتها وكل ونكمل نسيقها. كملت ركحت البارتي متاع الفوتايات وتوا تعديت البارتي متاع بيت الفطور. كيف زادا نمسح الغبرة متاع المبل متاع الصبابط ولا متاع الأحذية.
نمسح له المبل متاعه. بالطبيعة أنا ساعات نغير هكا شوية تغييرات كما تعودتوا، ما نجمش نحط المبل بحذا الفوتيات خاطر كيكا المنظر شوي سبب أنا نبدلو ديما مقابل. أنا نحسه كانوا تابع بيت الفطور بالرغم اللي هو مش نفس اللون، أما مزيان طلع يعني خاطر هو المبل متاع الأحذية يعني فيه شوية هيك على البلون شوية عاتي على الجري ماشي مواتي بعضه يعني مزيان. دونك أنا مرة نحاولوا منا هيك تبديلك شوية. قلت لكم حتى تهز كرسي تهز كرسي تحوله لبلاصة أخرى يتغير من نفسية العبد. بصح كما شفتوني حطيت شوية جفال، والطاولة ذيكي بالحق عندي مشكلة في الطاولة إنها في ساعة معناها كي تحط حاجة ولا ناكلوا عليها ولا تبقى صوص ولا حاجة إن شاء الله تنشريها ناب تطبع شوية معناها اللون يطبع فيها يعني. هذاك علاش ديما تراوني نصب عليها في الجفال باش تتمسح بالكدا. درت على الموبل كما شفتوني مسحتها، وهني سيقت وراء البارتيه هذيك باش نحط فيها الموبل، ومن بعد نكمل نسيق الصاله الكل ونشفها. وهيكم معايا هذيك الماشين نتاع المي توا ما نستعملوهاش خاطر الدنيا هيك بدات تبرد شويه. حتى الطقس لنا في دبي بدا هيك يحلى ومحلاه، ما عادش هيك سخانه حتى كان سخون شويه ما فما نسمه. هني زادا بديت نسيق في البارتي متاع بيت الفطور ونرجع الطاوله لبلاصتها وهكاكا. هكاكا كانت تخريجه للصاله. كي نقول لكم عملت لها تخريجه باهيه. وهني قاعدة نشف في الصالة ونبدأ أرجع في الفتيات لبلاصتهم. الصالة المرة هذه حاولت اني نسكر الباب متاع التراس خاطر التراس هذا قلت لكم مانيش مستغلته مادام فما مرمى وكل ما نجمش نستغله لا ننشر فيه لا نجم نقعد فيه. نحاول قلت لكم التراس الاخر تاع بيت النوم هو اللي مستغلته، هو اللي نقعد فيه، هو اللي ننشر فيه بعيدك على الغبابر وبعيد على الحس شويه. هني كما شفتوا دخلت الكراسي حطيت في بلاصتهم، وزيدا قلت لكم الصاله معناها غميت الباب سكرته مستانسه نجم نخرج يعني. حاولت نعملها هيك لكه كبيره شويه يعني. وهني بديت نرجع كل شيء لبلاصته معناها تحف الكواتروات نمسح في الغبره زيدا بالطبيعه لازم حتى التحف وكل لازم الغبره تتمسح كي تجي باش ترجعهم لبلاصتهم كل شيء على نظافه. هيك ركحت البيت الفطور وبعد نتعدى نفرش الصاله. وكما تعرفوا الصاله عندي مشكله معاها ومع الزربيه خاصه زربيه رزينه في الهزان نورمال عادي نفضتها وحدي. حاولت انا تحايلت عليها كيفاش نفضتها لميتها صعب بالمكس بالمكنسه يعني. وبعد نفضتها شويه. هني توا المرحله متاع هزان الفوتاي رزينه بالحق تعبني على الاخر كي نجي باش نفرشها. كما تشوفوا يحيى يجري منا لنا. قلت لكم والله قضيه مع صغير
خاصة قضية كي تعمل هيك كروميناج تتعب شوية، قلت لكم، والوقت يطول زاد، قلت لكم والله الوقت يطول. كي تجيب كي دقاك وحدك هيك مستحسن، كي دقاك باش تخرج الدار وكل دقاك وحدك. هني باش نرجع كل شيء لبلاصتو وهكيك حبيت نوريكم كيفاش. وزاده فما حاجه اخرى عملتها في الصاله، اني نقصت من المخادد نقصت منها. عندي مشكله مع الصاله دي انها فيها برشا مخادد، نقصت الماكسيموم المخادد ديما خاطر يتلاوحوا، وديما تظهر حايسه بالمخادد، يعني ديما تلقاها هي مريقله، وكل لما كنت تلقاها المخادد مطيشه في مطيشه تحسها عش نفسيه. قلت لكم النفسيه ديما مربوطه بالنفسيه. نقصت المخادد. وهكاكا كانت الفورمه متاع الصاله الجديده. حاولت اني نسكر التراس هذاك ومحليها، والله العظيم اون ديريكت هكا محليها. تحس هكا وساعت، هي واسعه الصاله، ما زادت وساعت اكثر وعطت منظر كيكا. وهني كملت ركحتها وباش نلصق الكواترات بكم قاعدوا ملوحين كما تشوفوا الكادر اللي في الحيط كنت ملصقتهم ما طاحوا سكوتش معناها ما يوحلش بالكدا. شرينا سكوتش اخر ان شاء الله ما يطيحوش يعني المره هذه. بالطبيعه ما ننساش الملوخيه. راكم تقولوا الملوخيه نسيتها، لا ما نسيتهاش، انا كل مره نتفقدها. نمشي نتفقدها. وانا الملوخيه ما تحيرش يعني، في تطيبها سهله على الاخر، اما جوستك الوقت كالهوا وكاو، اما هي سهله حطها وانساها غادي كي وكاو، جوست تمشي تفقدها ساعه ساعتين امشي تفقدها. ما زلت مرميتش اللحم، اني نخليها كيكه حكايه ساعه ونص ساعتين تغلي من غير اللحم، ومن بعد نرمي اللحم، خاصه كي تلقاه اللحم طيب ما ياخوش وقت. نرميه في الاخر باش ما يتهرليش. اول حاجه هني باش ندخل نرمي اللحم مفوح مريقل، اموره مريقله، جوست باش نرمي اللحم وخليها تغلي على روحها، تكمل تغلي لين تقر زيتها. فما برشا راهم يستغربوا خاطر يتبعوا فيها مسارة سوريين لبنانيين عراقيين وكل. هذه الملوخيه التونسيه، يعني خاطر احنا تختلف برشا الملوخيه على الدول الاخرى. احنا الملوخيه متاعنا بودر، يعني غبره، ما عنديش حتى ترجمه اخرى، يعني غبره، مش كيما انتوما تاخذها كعشبه يعني وتقصها. احنا غبره، والملوخيه متاعنا ما تطيبش كيفكم انتوما فيسع تاخو وقتها في الطياب، تقعد من 4 سوايع، تقعد 5 سوايع وهي تغلي على روحها لين تقر زيتها. وهذيك طريقه الطبخ متاعها. نعملها احنا الاكثريه باللحم البقري، ولا حتى باللحم العلوش، ولا بالكرش، يعني فما عبيد تعملها بالكرش. بنا ما نعملوهاش بالارانب، ما نعملوش معناها ملوخيه بالارانب. احنا الحال الملوخيه متاعنا ديما تلقاها باللحم. هذا كتوضيح للعبيد اللي تتفرج عليا من دول اخرى.
خاطر نتصورهم راهم مستغربين بطريقه الطبخ بتاع الملوخيه وشبيه كيكه. احنا ملوخيتنا غير يعني ماهيش العشبه، هي العشبه هذيكي احنا تجينا مطحونه يعني ونطيبها بالطريقه ذي. هني كما تشوفوا فيها رميت اللحم وبعد كملت دخلت نكمل ركح في الصاله كهو سيبون. كملتها الصاله ريكحه شوفوا كيف نيه ومحلاها نظافه. وبالطبيعه كملت مسحت البيت وحكيت الدوش وركحت. هنا نقول لكم كيفاش عملت كيفاش سكرت التراس وكملت للدوش وقديت الكوجينه زاد امريكا للكوجينه ما عنديش فيها معون جوست كتصيقه نتاع المي اللي خرج من الصاله. وكهو هيك كان روتيني لليوم. روتين متعب شويه اما بعد كي تشوف النظافه وتشوف كيف معناها كيفاش تكون الحاجه كيفاش تولي وحتى كي تقعد فيها تو مثلا اليوم صبحتي كقاعده محلاها كنظيفه مريقله. هني خليت الملوخيه تطيب سله وخرجت اللعب في يحيى يلعب هكا هذه صاحبته باكستانيه يلعب بالتروتينات. قلت طقس بدا يحلى وهكا وفما نسمه خرجت شويه وهكا هذه الملوخيه نتاعي. ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو نتاعي تاع اليوم.